هو فعلا الاهلي بيفكر في ضم امام عاشور ومصطفى محمد؟ خليني اقول لك بسرعه كده القصه بدات ازاي. النادي الاهلي استقر دلوقتي على رحيل اللاعب المالي اليو ديانج. ابرز حاجه هيستفاد منها النادي الاهلي هو مقعد فاضي للاعب اجنبي. النادي الاهلي في اخر فتره كان بيفكر في جاكسون موليكا لاعب بشكتاش الحالي، ولكن طبعا زي ما كلنا عارفين ان بشكتاش طالبين حوالي 6 او 7 مليون يورو، وعشان اكون صريح معاكم من الاخر كده النادي الاهلي اخره خالص 2 3 مليون يورو. فلو الحكايه فضلت متقسمه على كده النادي الاهلي هيبدا يفكر في اللعيبه المحليين، او بمعنى صح اللاعب المصري المحترف في الخارج. مصطفى محمد اكيد اول الاسماء اللي النادي الاهلي بيفكر فيها، ولكن برضو الغير منطقي النادي الاهلي ليه بيفكر في امام عاشور. امام عاشور اكيد لاعب محور قوي جدا، ولو جه النادي الاهلي هيبقى مكسب كبير، ولكن النادي الاهلي اكيد محتاج لمركز المهاجم اكتر بكتير من انه محتاج للاعب وسط ملعب. انزل بقى تحت في الكومنتس قول لي رايك في الموضوع ده، وقول لي تفتكر النادي الاهلي يقدر ان هو يجيب مصطفى محمد ولا لا، والاهم من ده هل النادي الاهلي محتاج لامام عاشور ولا لا. وده كان رد على السؤال اللي بيقول